الجو حر قوي، واحد عايز يطلع من هدوم. الجو حر قوي فعلا. طب بص، ايه رايك نروح البحر، هوا وبلبطه بقى وكده؟ عندك حق، البحر جميل. ولا اقول لك البحر فرهده وليله وانا عجزت والعظمه كبرت. عندك حق، البحر فرهده. ولا اقول لك تيجي ناخد الكرسيين دول ونروح البحر ونشم هوا نضيف. فعلا كلامك حلو، نروح نشم هوا نضيف. ولا اقول لك بلاها بحر عشان الشمس هتضربنا وهنسمر اكتر محت. عندك حق، احنا مش ناقصين نسمر. ولا اقول لك انا جات لي فكره عبقريه. انت اصلا عبقريه. ايه الفكره بقى؟ احنا بص هنروح حمام سباحه، ولا شمس ولا موجه ولا حر، ونبلبط براحتنا بقى. عندك حق، الحمام السباحه من غير موجه ولا شمس. بس يا ترى هنروح حمام سباحه فين؟ صحيح، هنروح حمام سباحه فين؟ انا عندي الحل. لو عايز تعرف اي حاجه عن جمصه قدامك طريقتين. الطريقه الاولى قناه الوصال على يوتيوب وصفحتها على الفيسبوك، والطريقه الثانيه جروب فين في جمصه الاقي، ومن خلاله هتقدر تسال اي سؤال وعلى طول هتلاقي الاجابه. ويلا بينا بقى عشان نشوف حمام السباحه اللي انا هبلبط فيه. ايه ده؟ دي حاجة ولا انا اللي بتهيألي؟ الموبايل تحت المية؟ لا ده انت تجيلي بقى نطلع فوق ونشوف الوضع هيكون ايه. تعالى لي فوق. اهلا بيكم في حمام سباحة فيلا جاردن، واحد من حمامات السباحة اللي تم افتتاحه السنة اللي فاتت علشان خاطر يكون موجود ويخدم حضراتكم، ولكن السنة دي بقى تم تهيئته علشان خاطر يكون مناسب لكل الناس من داخل المكان اللي هو اصحاب المكان، وكمان من الناس العامة او كل الشخصيات اللي تقدر تتواجد في فيلا جاردن وتستمتع بحمام السباحة الموجود. طيب خلونا الاول نفهمكم كل التفاصيل الخاصه بينا بالمكان. طبعا مش محتاج اقول لكم قد ايه المكان زي ما انتم شايفين نظيف وجميل ومهيئ للقعده بالنهار وبالليل كمان، وده اللي هتشوفوه من خلال الفيديوهات. طيب النقطه الاساسيه في اي حمام سباحه، انا هقعد في حمام السباحه، هل مسموح ليا بالاكل والشرب؟ مسموح ليك بالمكان ده بالاكل والشرب، يعني تجيبهم من بيتك عادي وتيجي تاكل وتشرب في المكان بكل بساطه، ده بخلاف بقى طبعا الكافيه اللي هنتكلم عنه، ولكن هنا مسموح بالاكل والشرب والقعده زي ما انتم شايفين. كمان حمام السباحه لو حد عايز يعرف عمقه من البدايه، يعني اعمق نقطه واقل نقطه، خلونا نقول ان هي من 80 سم لحد النقطه العميقه 180 سم، والمساحه طبعا برضه كبيره للحمام ومقسم لشقين اللي هو الاطفال اللي حضراتكم شايفينه على شمالي والكبير اللي موجود اللي انا نزلت فيه. النقطه اللي محمد موجود فيها دي هي النقطه العميقه اللي هي 180 سم علشان خاطر الناس الكبيره. طيب الاسعار ايه؟ خلونا الاول نوضح لحضراتكم ان المكان موجود في النقابه العامه او في عمارات النقابه العامه للنقل البري بجمصه، وطبعا هنشرح العنوان كله قدام حضراتكم عشان تكونوا عارفينه. طيب ده معناه ايه؟ معناه انه في اسعار خاصه لابناء النقابه واسعار خاصه للعامه. خلينا نتكلم عن الاسعار. تقدر تأجر المكان ده او تقعد في المكان ده بالساعه، وتقدر تقعد اليوم كامل. اليوم كامل بكام؟ اليوم كامل ب 80 جنيه للفرد. الفرد اللي هو من فوق سن ال10 سنين انتهاء بأي سن مفتوح. طب قبل ال10 سنين مقسمة الأطفال بقى لشقين. نيجي بقى للأطفال، خلينا الأول نقول إن الفرد بكام؟ 80 جنيه طول اليوم. طب لو أنا عايز آخد ساعة، الساعة ب40 جنيه للفرد العادي خارج النقابة. وقبل كل شيء خلينا طبعا ندعي الجميلة دي ونقول ربنا يحفظها يا رب ويبارك فيها لأهاليها، وإن شاء الله ينبتها نبت حسن. نرجع تاني إن شاء الله لحضراتكم. لو انت زي ما قلت من العامه تقدر تدخل في المكان، تأجر المكان ده وتقعد طول اليوم اللي بيبدأ من الساعه 10 للساعه 10 بالليل، تأجر طول اليوم ب 80 جنيه. طيب الاطفال بقى بكام ولا وضعهم ايه؟ زي ما قلت لحضراتكم لو طفلك من سن سنه حتى 5 سنوات ما بيدفعش فلوس خالص، يعني من سن سنه ل5 سنوات ما بيدفعش. طيب من سن 5 ل 10 بيدفع نص تذكره، يعني لو انت واخد ب 80 هو ب 40، لو انت واخد ساعة ب40 يبقى هو ياخد ب20 وهكذا. طب لو انت ابناء النقابة نفس الامر، مع اختلاف انه ابن النقابة او ابن المكان اللي هو نقابة النقل البري بياخد الساعة ب30 جنيه، وبالتالي الطفل ب15 جنيه. وزي ما قلت لحضراتكم الاعمار الاطفال من سن سنة
لسن 5 سنين ما بتدفعش، ومن سن 5 سنين حتى سن العاشرة يدفع عن نص تذكرة ايا كان ولد او بنت، وايا كان هينزل هنا او هنا. طبعا المكان ده من فوق زي ما انتم شايفين، وزي ما قلت لحضراتكم انا شرحت لكم يمكن موضوع الاكل وكمان موضوع التذاكر، لان دي اهم نقطه الناس تحب ان هي تعرفها. وده طبعا الحمام بتاع الاطفال، علشان خاطر طبعا لو انت معاك طفل وحابب ان انت تبقى قاعد مطمن عليه يقدر يقعد في الحمام ده ويكون مطمن عليه، لانه زي ما انتم شايفين واخد مكان خاص بيه. وطبعا هنزل لكم من تحت عشان تشوفوا الحمام وقد ايه الميه في المكان نظيفه، وكمان المكان فيه خصوصيه كبيره لانه بعيد عن الدوشه وبعيد عن الزحمه. طيب لو احنا بقى افترضنا ان احنا رحله مثلا، او ان احنا عدد كبير من الافراد، عيله كبيره، هل في خصومات؟ طبعا في خصومات للكلام ده كله من خلال رقم التليفون المكتوب اسفل الشاشه قدام حضراتكم على ناحيه اليمين. رقم التليفون ده هو الناس المسؤوله عن المكان، تقدر بكل بساطه تتصل بيهم وتعرف كل التفاصيل اللي انت عايز تعرفها عن المكان. زي ما انتم شايفين نظافه المكان قد ايه، يمكن الميه واضحه قدام حضراتكم وكل التفاصيل باينه، لانه فيه 6 مواتير دورها ان هي تنقي الميه ودورها ان هي تنظفها وتخلي الميه جميله، تقدر انت تستمتع بالمكان سواء كنت راجل كبير او طفل، انك تستمتع بكل ارتياحيه داخل فيلا جاردن او حمام سباحه فيلا جاردن. طبعا تحياتي لاخويا سامح الحطاب الموجود معايا في المكان. طبعا في الفيديو كمان هيكون موجود العنوان، واكيد برضه هنوري لحضراتكم الصوره بالليل. طبعا زي ما حضراتكم تقدروا تستمتعوا بالمكان سواء كنت كبير او صغير. اهلا وسهلا بيك داخل حمام سباحه فيلا جاردن. نروح بقى على طول للنظره بالليل، ويا ترى شكلها هيكون ايه. طبعا تحياتي لمعالي المستشار اللي موجود ومدير المكان، وطبعا اخويا رضا الحطاب اللي موجود معايا في الفيديو. اهلا وسهلا بيك. وزي ما انتم شايفين ده المكان بالليل، وكان موجود طبعا مجموعه من الاهالي موجودين في المكان بيستمتعوا بحمام سباحه فيلا جاردن. زي ما انتم شايفين الاضاءه بالليل والقعده، طبعا بالليل محدش فينا يقدر يروح البحر ولا ينزل الميه، فبنحتاج ننزل حمام السباحه، فاكيد لازم يكون واحد من ضمن اختياراتك، او يعني تجرب ان انت تبقى موجود في فيلا جاردن او حمام سباحه فيلا جاردن. دي البوابه اللي بندخل منها والتذاكر اللي بتقطعها، وبعدين بقى المكان قدام منك يمكن مش كبير بالحجم اللي انتم ممكن تتخيلوه، ولكن القعده رايقه من حيث العائلات، وبعيد عن الصخب وبعيد عن كل الدوشه اللي ممكن تكون انت بتحب ان انت تبعد بعيد عنها باسرتك. يعني واحد مثلا معاه اطفال معاه نساء وحابب يقعد في مكان منعزل، اكيد هتلاقي المكان ده مناسب ليك بشكل كبير. ولكن برضه ايه الخدمات اللي ممكن اخدها في المكان؟ طبعا تحياتي الرضا. وايه الخدمات اللي ممكن اخدها واستمتع بيها داخل حمام سباحه فيلا جاردن؟ طبعا العديد من الخدمات، ولكن خلينا نقول ان في البدايه نظافه المكان والقعده بخصوصيه تامه، وانك بعيد عن الدوشه والصداع. وطبعا احنا هنشرح العنوان بالظبط لحضراتكم في الفيديو وفي نهايته عشان تعرفوا المكان بالظبط. الحمام بيقدم لك 2 كباتن موجودين، ده عمار اللي بيعوم ده موجود بالليل، وبعدين كمان الكابتن مسعد اللي موجود. عايز اقول لكم كمان من خلال الكابتن مسعد والكابتن عمار في مدرسه لتعليم السباحه موجوده في حمام سباحه فيلا جاردن، فتقدروا تتواصلوا معاهم وتقدموا لاولادكم في حمام السباحه والمدرسه ويقدروا يتعلموا السباحه باذن الله في المكان. فالاثنين موجودين لحمايتكم. كمان موجود من ضمن الخدمات الكافيه اللي بيقدم لك المشروبات الساقعه والسخنه، العصاير الغير العصاير، ده من المكان. كمان موجود الحمام اللي تقدر تغير فيه، لانه جوه دورة الميه او جوه الحمام 4 غرف لتغيير الملابس، بجانب طبعا الحمام ذاته اللي انت تقدر مثلا تتوضى فيه او تاخد دش فيه او تغير هدومك بشكل كامل داخل المكان او داخل الحمام. كمان المكان مصور بالكاميرات داير ما يدور، يعني في كل مكان فيه كاميرات عشان يعني الحمايه والامان، لو حاجه وقعت منك ولا بتاع تلاقي الكاميرات بتسجل كل لحظه داخل الحمام وداخل الامان. نيجي بقى للعنوان. شايف الجامع اللي قدامك ده والشارع ده؟ لو انت جاي من عند المستشفى او من عند مستودع الانابيب وداخل عند الموقف، ايوه الموقف من هنا بتاع الجمصه، لا ما تخشش موقف وتعالى طوالي هتلاقي نفسك على طول داخل على فيلا جاردن او حمام سباحه فيلا جاردن الموجود في منطقه الكرنك في عماير النقل البر او نقابه النقل البر. ولو انت جاي من مايو او من زايد، تعالى يا معلم بقى ادخل عليا من هنا، ايوه تعالى في الشارع ده في الكرنك، امشي في الشارع ده لحد ما تدخل تلاقي نفسك قدام برضو بوابه الدخول عشان تقضي معانا وقت جميل في حمام سباحه فيلا جاردن. ونتمنى ان شاء الله تكون سنه سعيده ومصيف سعيد على حضراتكم في حمام سباحه فيلا جاردن. ياه قد ايه المكان ده تراوح، ما تيجي تجربه. المكان ده تراوح قوي، تعالوا جربوه. مستنيينكم.